الجولاني يهنئ مسيحيين سوريا بحريق شجرة عيد الكريسماس، عيد الميلاد. يعني ده بيبتدي يهنئ المواطنين السوريين. كمان في خبر ان اسرائيل تحكم حاليا درعا والقنيطرة. وبنشوف دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس المؤيدين لأحمد الشرع، وازاي بيدافعوا عنه، وازاي بيقولوا عليه ان هو البطل المغوار اللي حرر سوريا ومش عارف. اللي انا شايفه ان احمد الشرع هو ضيع سوريا، زي ما بنقول ان هم بدلوا بشار الاسد الطاغية الظالم بشخص ظالم مثله. ده ممكن يكون اصلا ان بشار الاسد اهون شويه من اللي بيعمله احمد الشرع الجولاني. الصوت فيه زنه شويه، الصوت فيه زنه، خليكم معايا كده لحظه احنا بنظبط الصوت. الصوت عامل ايه دلوقتي؟ طبعا شفنا كمان السفير الاسرائيلي بيتهم مصر رسميا بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد. طبعا اتفاقية كامب ديفيد دي احنا عارفينها ان كانت سنة 77 وكانت بتحدد عدد الجنود وعدد الاسلحة وعدد المعدات اللي بتبقى في سيناء والكلام ده. ولكن احنا نقدر نتكلم ونقول ان الجيش الاسرائيلي بيحشد الحشود على الحدود المصرية. لازم نفهم دي كويس جدا. ومع المؤامرات الإخوانية الخارجية اللي بتتم من بريطانيا، يعني هقول لكم على حاجة بسيطة. في مؤسسة مقرها في بريطانيا اسمها سينا لحقوق الإنسان. قالت ايه بقى دي؟ قالت ان طيارة إسرائيلية قتلت شاب في سينا. ازاي الكلام ده؟ طبعا الكلام ده غلط يعني عشان تبقوا فاهمين. يعني قالت ان الحوثيين طلعوا طيارتين مسيرة، ضربوا واحدة وجم يضربوا التانية، ضربوا شاب مصري داخل عربية نص نقل بتاعته. كلام فاضي وكلام حتى ما يدخلش على عيل صغير. ولكن اللي احنا بنشوفه اليومين دول من الجماعات الارهابيه ان مصر بالنسبه لهم القاهر الرادع القوي العملاق الجيش المصري. مش عارفين يعملوا معاه ايه، فابتدوا يطلعوا اشاعات. ده في مظاهرات، ده مش فين المظاهرات؟ فين يا اولاد الكدابه؟ المظاهرات على ايه؟ على فكره الشعب المصري هو شعب يميل للاستقرار والامان، ولكن الجماعات المتطرفه غرضها تحقيق السيناريو اللي تم في سوريا في مصر، وده مش هيحصل ابدا. ليه مش هيحصل؟ لان عندنا قواتنا المسلحه حافظه حدود مصر، عندنا رئيس جمهوريه قوي عفوا محافظ على هيبه مصر. يكفي ان كل الدول اللي حوالينا على صفيح ساخن وملتهبه. مصر يا جماعه ما فيهاش حرب. ازاي مصر ما فيهاش حرب؟ ازاي الجيش المصري دلوقتي الجيش الوحيد اللي في المنطقه ساند نفسه؟
ما هو لازم يوقعوه باي طريقه وباي شكل. طبعا ربنا مش هيسمح، طبعا ربنا مش هيسمح، ربنا فوق والشعب المصري في الارض، مش هنسمح بكده. لان قبل كده قلتها وبقولها مرارا وتكرارا، تعداد جيش مصر 110 مليون جندي وجنديه، مصري ومصريه. وهقولها تاني، احنا يا مصريين لو شبكنا ايدينا في ايدينا بعض كده من اسوان هندخل تل ابيب، عشان تبقوا فاهمين. بس احنا لا بنحب نعتدي على اي دولة او اي دولة تفكر ان هي تعتدي على حدودنا. شوية التراب او الرملة بتاعت سينا كلنا فدا ليها، واللي يفكر هيدفن مكانه. طبعا انا عايز افكركم بانتصار اكتوبر سنة 73 اللي هم عمالين يقزموا منه ويقللوا منه، رغم ان خطة حرب اكتوبر تدرس في جميع الكليات العسكرية على مستوى العالم. ولو مش مصدقين يا جماعة، والله ده انا نرفع البصمات من على قفا كل واحد اسرائيلي. البصمات باينه، يعني ساعتين زمن بالظبط كانت قناه السويس رجعت، والسويس رجعت، واسماعيليه وسينا رجعت. وبعد كده الدبلوماسيه المصريه دخلت اتكلمت، ودخلوا بالتحكيم الدولي، جبنا طابه. لازم نفهم كده. لكن اللي بيحصل مع احمد الشرع في سوريا هتفكروا تطبقوه؟ مش هيحصل. ليه؟ احمد الشرع حاجه من الاتنين، زي ما قلنا قبل كده ان هو ضابط مخابرات اسرائيلي، مش هيجي غير كده، او خاين باع ارضه وباع عرضه. ده في حاله ان هو يكون سوري فعلا، وده شخص مجهول الهويه. دلوقتي بقى جايب العيال بتوع التيك توك والبنات اللي بتطلع على لايفات ومش عارف ايه على التيك توك، هم دول اللي بيصدروه للشباب ان ده البطل، ان ده الزعيم، ان ده بطل. ايه وزفت ايه؟ ده فرط في سوريا كلها، ده باع سوريا عشان يفدي رقبته هو والعصابه بتاعته. ما تشوفوا يا جماعه معين مين وزير دفاع، ووزير دفاع على ايه؟ انا عايز افهم. يعني انت يا جولاني عينت وزير دفاع لسوريا ليه؟ انت عندك جيش؟ انت عندك قوات مسلحه؟ انت عندك اسلحه؟ انت لا مؤاخذه بقى اسرائيل قال يعني هقول لك ايه، جردتك من اسلحه. اسرائيل جردت سوريا من جميع الاسلحه. جردتك انت يا جولاني من كرامتك، جردتك كمان من شهامتك. انتوا فاهمين انا قصدي على ايه؟ يعني انت بقيت ملبوس ملط، انت لا تحتكم الا على 20% من مساحه سوريا. عملت بقى نفسك بقى ايه؟ رئيس الاداره السوريه. وطبعا بعد ما كنت لابس اللبس الجهادي الارهابي، لقيناك لابس بقى الساعه رولكس ام 100,000 دولار، البدله الجرافطه. بيهيئوك ويزينوك الامريكان والاسرائيليين، ويصدروا المشهد للدول العربيه. هيخلصوا على سوريا وهيدخلوا على العراق. ربنا ينجي شعب العراق وينجي الشعب السوري. وبعدين عايز تثبت ان انت راجل من خلفيه متطرفه، بتخلي رجالتك تحرق شجره عيد الميلاد. طب ده ينفع؟ دي مواطنه؟ مش انت قلت ان انت هتحكم بين الناس بالعدل؟ ده انت لو اصلا تعرف يعني ايه عدل يا راجل يا ظالم، يا راجل يا مفتري، يا راجل يا قاتل. قلنا بشاي الاسد
طاغية وظالم وقاتل. احمد الشرع الجولاني سابقا الارهابي، طاغية وظالم وقاتل وارهابي، كان في القاعدة. انسوا انك تفكروا ان السيناريو اللي تم في سوريا يتم في مصر. شعب مصر ما بيفرطش في ارضه، شعب مصر ما بيفرطش في جيشه. كلنا نؤيد وندعم الجيش المصري، قواتنا المسلحة القوية اللي عاملة رعب للكيان الصهيوني اللي انت واحد منه، اللي انت بتتحمى فيه، اللي رئيس الوزراء الاسرائيلي بيعفو عنك تدريجا. ازاي تدريجي؟ اول حاجة 500 كيلو متر مربع من سوريا احتلال اسرائيلي. نفسي اعرف يا اخي، يعني انت كنت بتحارب مين في القاعدة؟ يعني انت لما كنت في القاعدة كنت بتحارب مين؟ مش انت المفروض الهدف الرئيسي بتاعك تحرير بيت المقدس من الاسرائيليين؟ ولا انت اسرائيل عملتك ذريعة زي ما امريكا عملت ابن لادن في افغانستان لاجهاض النفوذ الروسي للاتحاد السوفيتي وفتته الاتحاد السوفيتي؟ ها انت بقى عملوك لتفتيت الشرق الاوسط والدول العربية، ولا اصلا حضرتك من الفرقة المستعربين اللي بيتكلموا عربي او ضابط مخابرات اسرائيلي؟ معناه الماضي ليس ببعيد. إلي كوهين، الياهو شاول كوهين، امين سابق، امين كمال امين ثابت، ده كان هيبقى رئيس الوزراء في سوريا، ده كان هيبقى وزير الدفاع في سوريا، وتم اعدامه. واللي ارشد عنه وفضحه رأفت الهجان. فحذاري انكم تفكروا تعملوا نفس السيناريو. ظهورك مع الارهابي القاتل محمود فتحي، قاتل النائب العام هشام بركات رحمة الله عليه، مستشار هشام بركات، دي رسالة. يعني هم عملوا بلياتشو الجولاني، جابوه قعدوه على سوريا، فهم تقريبا عايزين يصدروا لنا الفكرة ان محمود فتحي الارهابي اللي متصور مع معتز مطر ومتصور مع وجدي غنيم ومتصور مع المرشد الاخوان السابق اللي محكوم عليه بالاعدام، اللي لبس طرحه، لو تفتكروا لبسوا طرحه ونقاب عشان يهربوا، تم القبض عليهم لان احنا عندنا قوات امن قويه، عندنا جهاز الامن الوطني جهاز عالي جدا قوي. مستحيل السيناريو اللي تم في سوريا تقدروا تنفذوه هنا. ربنا حامي مصر، ثقتنا كبيره في الرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي اللي بنى مصر الجديده، اللي سلح الجيش على احدث طرازات من المعدات والاسلحه والطيارات والصواريخ باليستيه ورافال وغيره وغيره وغيره. اخيرا وليس اخيرا عشان ما اطولش عليكم، اتمنى لكم السلامه واحنا بننهي سنه وبنبتدي سنه جديده. السلام والخير يعم على الشرق الاوسط والشعب السوري، الشعب المظلوم، الشعب المغلوب على امره بسبب امريكا واسرائيل بدعمها لارهابي زي احمد الجولاني.
ابو محمد الجولاني، اللي هو احمد الشرع حاليا، اللي هو الارهابي الكيوت اللي بقى يلبس رولكس وجرافطه وبدله ها، هو ده. اخيرا وليس اخيرا نلتف جميعنا خلف القياده السياسيه الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، وندعم ونؤيد بمنتهى القوه والشده والحزم قواتنا المسلحه المصريه، ونردد معهم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، بيكم وليكم. اراكم في فيديو قريب ان شاء الله. سلام.